فيلمنا بيبدأ مع زوجين أمريكيين وبيقضوا الأجازة بتاعتهم في المكسيك، وبيصادفوا راجل ألماني اسمه ماتيوس وبيتعرفوا عليه، فبيقول لهم إنه موجود هنا مع أخوه اللي راح يستكشف معبد لحضارة المايا مع صاحبته عالمة الآثار، وبيقول لهم إنه هينضم ليهم تاني يوم لو هم حابين يروحوا معاه. وتاني يوم بيقابل جيف ماتيوس وبيكون قاعد مع صديق ليه اسمه ديمتري، وبتبدأ المجموعة رحلتهم وبيركبوا الأتوبيس، وبعدها بيقرروا ياخدوا عربية خاصة توصلهم للمعبد. بس الأمور بدأت تبقى غريبة لما السواق سمع إنهم ناويين يروحوا للمعبد المهجور ورفض يوديهم، لكن ديمتري بيعرض عليه مبلغ كبير ما بيقدرش يرفضه. وبرغم الفلوس الكتير لكن السواق بيوصلهم لأول طريق الغابة وبيرفض يقرب أكتر من كده، وبيضطروا يكملوا باقي الطريق على رجليهم وبيمشوا على الاتجاهات المكتوبة في الخريطة. بس بيتفاجئوا بطفلين صغيرين واقفين قدامهم وباين على ملامحهم الرعب والخوف، وبعدها الولد بيجري من قدامهم والبنت بتجري وراه، فبيستغربوا من اللي شايفينه لكنهم بيكملوا طريقهم لحد ما أخيرا بيوصلوا للمعبد. وفجأة بيظهر قدامهم راجل راكب حصان وبيفضل يزعق لهم لكنهم ما بيفهموش كلامه لأنه بيتكلم بلغة مختلفة. وبيجي وراه اتنين كمان من السكان المحليين، وبيحاول ماتيوس يهديهم ويوريهم صورة أخوه، وبتبقى إيمي واقفة بتصورهم وده بيعصب الراجل جدا. لكن ديمتري بيفهم إن اللي معصبه إنها بتصورهم وبيجري علشان يجيب منها الكاميرا، لكن أول ما بيدوس على العشب بيلاقي الزعيم اتعصب أكتر، وقبل ما يقول أي حاجة اتضرب بسهم وبعدها أخد طلقة في دماغه وبيقع على الأرض وبيموت فورا. فبيسيب باقي المجموعة الخوف والتوتر وبيجروا يتسلقوا المعبد ويحاولوا يهربوا، لكنهم بيستغربوا إن الراجل واللي معاه مش بيحاولوا يطاردوهم. ولما بيوصلوا لقمة المعبد بيلاقوا خيمتين لأخو ماتيوس وصاحبته، لكنهم ما بيلاقوش أي علامة عن وجودهم حاليا، وبيحاولوا يتصلوا بأي حد يجي ينقذهم لكن المكان مفهوش أي إشارة. وفجأة ماتيوس بيشوف حاجة ملفوفة في العشب وبيحس إحساس وحش جدا، وأول ما شال العشب وشاف جثة أخوه بينهار وبيخاف جدا. وفي الوقت ده بيلاحظ جيف إن الراجل المكسيكي جاب كل قبيلته وعاملين معسكر حوالين المعبد، وبكده هيكونوا متحاصرين فوق ومحدش هيعرف ينزل وإلا هيموت. وبدأوا يفقدوا الأمل إن حد منهم ينجو لحد ما فجأة بيسمعوا صوت رن التليفون، وبيتتبعوا الصوت وبيلاقوه جاي من جوه البير اللي وراهم، وبيقول لهم ماتيوس إن دي رنة تليفون أخوه، وبيقرر إنه ينزل بنفسه علشان يجيب التليفون. وفعلا بيربطوه بحبل وبيبدأ ينزل في البير بالراحة، بس مش بيلاحظوا إن الحبل دايب وبيتقطع فجأة وبيقع ماتيوس في البير. وبيخافوا المجموعة جدا وبيفكروه مات، لكنهم بيطمنوا لما بيسمعوا صوته وبيطلب منهم يساعدوه. فبتتطوع ستيسي إنها تنزل تساعده، وده لأنها أخف واحدة في المجموعة، بس الحبل ما كانش طويل كفاية، فبتنط على آخر حتة وبتقع تتصاب في رجليها. أما ماتيوس بتبقى حالته صعبة جدا ومش قادر يتحرك، وده لأن ظهره مكسور. تنزل إيمي للراجل المكسيكي وبتحاول تستعطفه يساعدهم، وبيحاول جيف يمنعها لكن ما بيلحقش. ولما بتفقد الأمل من غضبها بتحدف عليهم كومة عشب، بس بتيجي في ولد صغير، وبعدها كل حاجة بتتغير. الرجالة رفعوا أسلحتهم بس مش على إيمي، على الولد وزقوه ناحية المعبد، ولما ما سمعش الكلام ضربوه بالنار. وهنا بنعرف إن في مشكلة في النبات، وده لأنه نبات في مكان ملعون وبيبقى فيه بكتيريا قاتلة، أول ما بتلمس أي جسم بتفضل تاكل فيه لغاية ما يموت. وعشان القبيلة تمنع العدوى دي من إنها تنتشر بيضطروا يقتلوا أي حد يلمس النبات ده، وكمان بيحاولوا يمنعوا أي حد يوصل للمعبد. بس بيكون لسه جيف واللي معاه مش فاهمين لغتهم ولا عارفين هي الناس دي بتتصرف كده ليه. وبيرجع جيف وإيمي لقمة المعبد وبينجحوا يصنعوا نقالة وبيطلعوا عليها ماتيوس وستيس من البير. ومع بداية الليل كان بدأوا يرتاحوا، لكن الفجر كان شايل معاه رعب جديد. بتصحى ستيسي من النوم وهي مرعوبة لما بتلاقي العشب زاحف على رجليها المصابة، وبتصرخ وبيجي جيف وإيريك وبيحاولوا يشيلوا النباتات من عليها، لكنها بتقول لهم إنها حاسة بالنبات ماشي تحت جلدها. أما ماتيوس فكانت حالته أصعب بكتير. إيمي بتشيل البطانية من عليه وشافت مشهد مرعب خلاها تنادي عليهم بأعلى صوتها، وده لأن رجليه الاتنين كانوا ملفوفين بالكامل بالعشب، وإصابته كانت خطيرة جدا، والعشب كان بيتغذى فعليا على جروحه. وفجأة بيسمعوا صوت التليفون بيرن تاني في الحفرة، وبيبقى التليفون ده آخر فرصة بالنسبة لهم إن حد يجي ينقذهم. فبتنزل إيمي وستيسي في البير وبيبقى معاهم شعلة، لكن بيلاقوا نباتات كتيرة جدا موجودة تحت، وكمان بيشوفوا جثة ملفوفة بالنباتات، وبيستنتجوا إنها عالمة الآثار وبيلاقوا معاها تليفون لكنه بيكون مش شغال ومتكسر. وفي نفس الوقت بيسمعوا صوت تليفون بيرن، ولما بيمشوا في اتجاه الصوت بيكتشفوا إن ده صوت النباتات بتعمله علشان تجذب بيه الضحايا، وإنهم وقعوا في فخ. فبيحاولوا يهربوا بسرعة لكن النبات بيمسك في رجل ستيسي، وعلى آخر لحظة بتقدر إيمي إن تنقذها.
وبيمسكوا في الحبل بسرعة وبينادوا على الولاد يسحبوهم بسرعة، والحبل بدأ يتحرك لفوق لكن العشب بيجري وراهم زي ما يكون وحش بيطاردهم، وبينجحوا يطلعوا من البير بأعجوبة، وبيحكوا عن اللي شافوه وعن الفخ اللي بتعمله النباتات. فإيريك ما كانش مستعد يستنى الموت، وبيقرر ينزل من المعبد ويطلب المساعدة من أي حد، لكن جيف ما كانش موافق، وبيقول إن ده فيه خطورة بسبب الناس المسلحين اللي تحت، وكان عنده أمل إن حد يلاحظ غيابهم قريب سواء من أهلهم أو إدارة الفندق اللي نازلين فيه، وبيقنع إيريك وبيقرروا إن هيستنوا. وبعدها بيروح جيف يطمن على ماتيوس، لكن بيلاحظ إن النباتات أكلت جزء كبير من رجليه، فبيرجع للمجموعة وبيقول لهم إنهم لازم يقطعوا رجل ماتيوس قبل ما تنتشر العدوى في باقي جسمه، فبيعترضوا على كلامه، لكن ماتيوس بيكون سامعهم وبيوافق إنه يضحي برجليه علشان ينقذ حياته، وبيجهز جيف الأدوات وبيساعده إيريك، وبيقطعوا رجل ماتيوس. وبعدها بيلاحظوا إن في مجموعة من النباتات اتجمعت على رجل ماتيوس المقطوعة وسحبتها لبعيد، بس للأسف كل ده مفادش بحاجة، وبالليل كان ماتيوس بيموت بهدوء من غير ما حد ياخد باله. العشب اتجمع عليه وبدأ يتسلل جواه، ولما جيف بيلاحظ بيكون خلاص فات الأوان وماتيوس مات. فبتترعب ستيسي جدا لأنها عارفة إن الدور عليها لأنها كمان مصابة، وبتبقى حاسة بحركة النباتات جواها أكتر، وبتبقى عاوزة تضرب نفسها بسكينة، لكن أصدقائها بيمنعوها وبيقدروا يهدوها ويخلوها تنام. والصبح بيخرج إيريك ينادي إيمي وجيف علشان يوريهم حاجة غريبة، وبيلاقوا فعلا إن النباتات موجودة في بطنها، فبيقول لهم جيف إن لازم يفتحوا بطنها ويخرجوا النبات منها، لكن بعد ما بيعمل كده بتقول لهم ستيسي إنها لسه حاسة بالنبات جواها وكمان جوه دماغها، وبتفضل تعيط، وهما كمان بيكونوا شايفين ده لكن بيكدبوا عليها، وبيقولوا لها إنها بيتهيأ لها، وده طبعا علشان يحاولوا يهونوا عليها شوية. وبعد شوية بيتفاجئوا بستيسي ماسكة سكينة وبتفتح في جسمها علشان تطلع منه النباتات اللي بتألمها، ولما بيجري عليها إيريك علشان يحاول يمنعها بتطعنه بالسكينة في صدره بالغلط وبيقع فورا على الأرض وبيموت. ومجرد ما مات العشب اتجمع عليه وسحبه لبعيد، وبتنهار ستيسي وبتطلب منهم يريحوها من الألم اللي حاسة بيه، فبيقرر جيف إنه يخلص عليها علشان يرحمها. وبكده متبقاش غير جيف وإيمي بس من كل المجموعة، فجيف قرر يساعد إيمي تهرب وعمل خطة عبقرية. بيدي لإيمي مفتاح العربية بتاعت أخو ماتيوس، وأخد دم من الأرض وغطى إيمي بيه وشالها كأنها جثة وبينزل بيها وبيحطها على الأرض على أمل إن يخدع القبيلة ويفتكروها ميتة. وبيفضل يتكلم ويبعد عنها بالتدريج، وبيحاول يلفت انتباه الراجل المكسيكي واللي معاه، وبينجح فعلا يشتت انتباههم عنها، فبيصرخ بأعلى صوته لإيمي إنها تهرب وبتجري بسرعة، لكن جيف للأسف بيتصاب بمجموعة من السهام وبيقع على الأرض وما بيقدرش يتحرك، فبيجيله الراجل العجوز وبيضربه بالنار علشان بعدها يلتهم جثته العشب زي أصحابه. وفي الوقت ده بتنجح إيمي إن توصل لعربية أخو ماتيوس وبتركبها وتتحرك بيها وبتبقى فاكرة إن الكابوس خلص، لكنها بتلاحظ فجأة حركة النباتات على وشها وبتعرف إن هي كمان اتصابت بالعدوى والعشب الطفيلي دخل جسمها. وفي آخر مشهد بنشوف اتنين أصحاب ديمتري بيوصلوا لمكان المعبد ومش بيكونوا عارفين المصير المرعب اللي مستنيهم هناك. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.